بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة مستر شيف سامح هنقدم لكم مع بعض النهاردة إن شاء الله طريقة عمل الجلاش القطع بكل التفاصيل، وهنشوف إن شاء الله إزاي نعمل لحمة متعصجة بتاعة الأفراح، وهنعمل الصاج ده كله إزاي. تابعونا ونقول مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة مع بعض بنعمل اللحمة المتعصجة عشان الحشوة اللي بتكون في نص الجلاش. معايا بصل وفلفل الوان، بنقطع كمية بصل طرنشات او ناعم مش هتفرق معانا. وادي اللحمة معايا، بنضيف عليها بصل وفلفل. يعني مثلا دول معايا 8 كيلو لحمة مفرومة، بننزل عليهم بحوالي عن 3 كيلو بصل، ونص كيلو او ربع كيلو والربع كيلو من الفلفل الالوان. بننزل بالبصل كله. طبعا البصل يا جماعة في اللحمة اولا بيشيل الزفارة، ثانيا بيدي تيست عالي قوي في اللحمة، فكتر البصل ما بيضرش يعني، وبيزود معانا الكمية وبطعم اللحمة معايا. بنقلب البصل كله، طبعا لسه بنضيف بصل تاني. واللحمة طبعا ايدين عليها النار، ما حطيناش اي مادة دهنية ولا حاجة، يبقى حطينا اللحمة الاول والنار شغالة، ولا اي مادة دهنية ولا حاجة، وضفنا البصل والفلفل. وبعد كده بننزل ببهارات معايا، بهار لحمة وسنة كمون، وطبعا الكمون دي اختياري، ومعايا كزبرة ناشفة وفلفل أسود. دي فلفل أسود اهوت، وكزبرة ناشفة، وقلنا مرقة أو لحمة، ودي بصل بودرة وتوم بودرة كمان. بصل بودرة، توم بودرة، فلفل أسود، كمون، بهار لحمة. طبعا دي كلها بتطعم طعم اللحمة معايا. وادي سنة كزبرة ناشفة، وادي ملح سعودي او ملح صيني زي ما بنسميه عادي، ملح سعودي اهوت. وبنقلب الدنيا دي كلها مع بعض كده، والنار شغالة. يبقى دلوقتي احنا ما ضفناش اي مادة دهنية، لا زيت ولا سمنة ولا حاجة. دي كلها حطينا اللحم الاول على النار، وبعد كده نزلنا بالبصل عليها، وهي نزلت ميتها، والبخار دي طبعا هو اللي بيسويها، ونسيبها على النار لحد لما تستوي براحتها، وتكون كده ايه جاهزة معايا. بنجهز بقى المادة الدهنية اللي هندهن بيها الجلاش. معايا زبدة فرن، طبعا هنعمل كمية كبيرة. زبدة فرن 3 قوالب زبدة فرن، عليهم لتر من الزيت. بنسيبهم يسيحوا مع بعض على النار، ونبدأ على طول في فرد الجلاش على طول. معايا الجلاش اهوت، ادي صاج معايا، صاج 40 في 60. بننزل ندهنه بمادة دهنية. طبعا بعد ما ندهنه على طول نبدأ ننزل رقات من الجلاش. كل طبقة فيها رقتين، يعني كل واحدة من دي معايا رقتين فيها. نبدأ نفرش الأرضية الأول كده، وبعد كده أول ما ديت أول طبقة، يعني دي بنسميها كده دي أول طبقة. بعد كده ننزل بالطبقة التانية، وكل طبقة فيها رقتين اهيت. يبقى كل واحدة بننزلها بتكون معايا 2 من الجلاش، عدد 2 من الجلاش ماسكين بعض. نبدأ نفرش برضو الفرشة التانية، وادي الفرشة التالتة، الطبقة التالتة اهيت. وعلى طول السمنة بين كل طبقة، عشان طبعا تورق معايا. وطبعا يا جماعة وجود الزبدة بالذات في الجلاش بيورق معايا الجلاش ويخليه هش، ما يكونش مكتوم معايا، عشان طبعا احنا عارفين ان الزبدة بتكون فيها نسبة مية، فبترفع معايا الجلاش. زي مثلا الفطير كده، الفطير لازم يتعمل بزبدة، ما ينفعش يتعمل بسمنة. طبعا بندنا نضيف او بنحط الرقات دي كلها، بنعمل حوالي عن 7 طبقات، 7 طبقات فوق بعض كده. وبعد كده بننزل بالحشو معايا. حد يقولي ممكن تنفع سمنة؟ تنفع سمنة عادي في الجلاش، مش اي مشكلة. اي نوع سمنة عادي، سمنة مع زيت، بس طبعا لازم يكون نسبة السمنة اكتر من الزيت، ما ينفعش يتعمل بزيت خالص،
يعني جلاش ما ينفعش يتعمل بزيت خالص، يطلع ناشف معانا، لازم يكون سمنة عشان بتطريه شوية. زي ما قلنا دهوت بسرعة بنضيف الطبقات، وضفنا 7 طبقات زي ما قلنا. وعلى طول معايا حشوة اللحمة بنضيفها في النص، بنوزع اللحمة كلها، اللحمة المتعصجة كلها في الصاج كله، ونبدأ نفردها. ونفس الحركة اللي احنا عملناها، اللي احنا بنضيف كمان 7 رقات أو 7 طبقات من الجلاش. طبعا يا جماعة الجلاش دي بيجي 5 كيلو على بعض، يعني ده الجلاش بيكون 5 كيلو على بعض. ما ينفعش اللي هو الانصاص ديت. طبعا الانصاص ديت بتكون اولا بتهدر في الشغل كتير، ثانيا بتتكسر مننا. فاحنا بنجيب من عند اي مستلزمات حلواني، بنقول له عايزين 5 كيلو جلاش فرد بيكون مفروض. طبعا دي بيرمي معانا عدد كبير، ثانيا بيكون معانا مريح في الشغل معانا، والمنتج بتاعه بيكون جميل جدا. وطبعا احنا بنعمل كميات، فمينفعش بنجيب اللي هو الايه الانصاص ديت هتهدر معانا ومتعبة في الشغل يعني. اما اللي حابب في ست البيت تعمل نص كيلو ولا حاجة، مفيش اي مشكلة، نفس الخطوات بالظبط مع تقليل طبعا الكمية، وهيطلع ان شاء الله زي الفل. ادي طريقة سهلة جدا. بنضيف بين كل طبقة وطبقة زي ما قلنا شوية زبدة على زيت زي ما قلنا في اول الفيديو. وبعد ما خلصنا الكمية كلها، يبقى 7 طبقات تحت والحشوة و7 طبقات فوق، على طول نبدأ نقطع. والتقطيع طبعا ده اختياري زي ما احنا عايزين بنقطع. بنقطع القطع زي ما احنا عايزين، يعني عايزين مثلا قطعة تكون كبيرة متوسطة صغيرة، دي كل طبعا في ايدينا احنا. ادي طبعا القطع معانا بتكون قطع هنكبرها شوية. يعني الصاج ده هيعمل معايا حوالي عن 54 قطعة، 6 في 9 تقريبا، يعني 6 بالعرض و9 بالطول كده. وطبعا شايفين القطعة كبيرة، اللي عايز طبعا يقسم القطعة ديت على 2، او ممكن بعد ما يعمل كده يعملها يجيبها من النص كده زي مثلث كده. دي طبعا كله اختياري. وفي الاخر احنا بنعمل وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه. على طول بعد ما خلصنا الصاج بنجيب لتر الا ربع من الحليب في درق الخلاط، وبننزل عليهم ب3 بيضات. وطبعا دي كلها هتضرب في الخلاط طبعا عشان هننزل بيها على الجلاش. يبقى لتر الا ربع من الحليب، عليهم 3 عدد بيض. وطبعا بنضيف قبل ما نضربهم بنضيف رشة فانيليا صغيرة على البيض، رشة فانيليا صغيرة اهيت. وممكن شوية فلفل أسود صغيرين كده. ودي بيكنج باودر يعني يدوب كده، يعني ذرة بيكنج باودر. وادي شوية من بهار اللحمة والفلفل الأسود، يعني بس عشان طعم معايا الدنيا. وادي شوية ملح. وعلى طول على الخلاط نضرب الدنيا دي كلها. وادي سنة جوز الطيب كمان، ونضرب الدنيا دي كلها مع بعض في الخلاط. وعلى طول بعد ما تضرب في الخلاط بننزل على الجلاش قبل ما يدخل الفرن خالص، يبقى لسه هو ني خالص. نضيف اللبن بالبيض بالبهارات كله على بعض كده لحد لما الصاج ياخد كفايته. يدوب بس احنا ما نزودش برضو جامد، يدوب الصاج ياخد كفايته. وعلى طول بنبطل ونهز الصاج كده، ويكون الفرن معايا شغال، فرن سخن. يخش الفرن على طول يعني حوالي عن تلت ساعة كده. وطبعا كل شوية بنلف الصاج في الفرن. وادي المنتج النهائي بتاع الجلاش باللحمة المفرومة. القطع طبعا عملنا قبل كده جلاش مبروم او جلاش صوابع، ديت جلاش قطع. يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا ريت اللي شاف الفيديو ما ينساش اللايك. وادي جلاش تعالى برضو عاملين جلاش اصابع.
وعملنا حلقات قبل كده. كان معكم الشيف سامح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.